السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بالصحه والسلامه والبلهنا ان شاء الله يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم واحد تشيز كيك او كيك بارد اللي الصراحه كيجي غسلو بواحد المذاق اللي واعر واعر وبارد. وما تنساوش تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر ان شاء الله تشوفوا كل شيء ان شاء الله باذن الله. هنا عندي واحد الباكيه ديال اوريو او شبيه اوريو، غادي نديرو هنا في الهاشوار وغادي نطحنوه حتى كنحصلوا على هذا الشكل. وعندي واحد المول وغادي نضيف فيه داك البسكوي اللي طحنته، وغادي نزيد تقريبا واحد 3 معالق ديال الزبده اللي ذوبناها، وغادي نخلط داك البسكوي مع الزبده حتى يتخلط ليا مزيان مزيان. وغادي نجيب المول اللي غادي ندير ليه واحد ورق الزبده من التحت او هكا حتى من الجناب، وغادي نضيف هاد البسكوي اللي دهنته بالزبده، وغادي نقادو هكا مزيان مزيان بالمول هكا بشي معلقه او شي كاس. انا من بعد غادي نجيب هكا كاس القاع ديال الكاس وغادي نورك مزيان مزيان هكا تتقاد ليا الوجه ديال الكيك ديالي. وهنا تقريبا عندي واحد 10 الحبات ديال الشوكولا اللي ذوبتهم. وهنا عندي تقريبا واحد شويه تقريبا جوج معلقات ديال داك الفرماج كريمي او الجبن، وغادي نخلط هكا مزيان 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 تيتخلطوا لي هكا مع بعضياتهم. غادي نديرهم هكا في هذا المول، وغادي نجيب واحد الطراب الكهربائي وغادي نطربهم مزيان مزيان تطلع لي هاد الكريمه. الصراحه هاد الكريمه كتجي لذيذه بزاف هكا تقدروا ديروها في وسط الكيكه، ومهم كتجي غزاله ولذيذه بواحد المذاق واعر واعر بزاف. هنا عندي تقريبا واحد الربعه ديال الكريمه السائله اللي كتكون بارده مزيان مزيان، كنخليوها هكا في المجمد حتى كتبرد مزيان. هذه عندي السائله ديال العبار، وعندي تقريبا واحد 2 معالق ديال الكاكاو المور صافي. وغادي نطحن مزيان مزيان بالطراب ديالي تنحصل على هذا الخليط بحال هذا الشكل هكا. غادي نبقى نجمع هكا الجنيبات وغنبقى نطحن مزيان مزيان تنطلع هاد الكريمه اللي الصراحه كتجي غزاله وكتجي لذيذه بزاف بزاف بزاف. والله الا بغيتو تجربي هاد التشيز كيك الا غادي يعجبكم بزاف بزاف، خصوصا في هاد الصيف كيحتاج غير شي حاجه اللي هي بارده. وهنا عندي داك واحد شي حبات ديال الاوريو خليتهم وهكا هرمشتهم ودرتهم في ديك الكريمه. صراحه ملي كتقطعوا ديك التشيز كيك كتجي واحد الشكل من الداخل اللي الصراحه رائع جدا. وهنا من بعد ما خرجت داك الطبقه الاولانيه من الثلاجه، من بعد ما شدت راسها مزيان وغادي ندير هاد الطبقه الثانيه هاد الكريمه اللي الصراحه بنينه كتجي واعره 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 ديال بصح. وهنا عندي تقريبا 200 غرام ديال الشوكولا، هاد الشوكولا بالحليب صافي. غادي نذوبها وغادي نزيد ليها تقريبا واحد المعلقه ديال الزبده، معلقه صغيره ديال الزبده وكاس ديال الحليب، كاس ما عمرت ديال الحليب. وغادي نخلط هكا مزيان مزيان غير البلاد بقى تخلطوا مزيان حتى تخلط لكم هاد الحليب والزبده مع داك الشوكولا حتى كيذوبوا هكا يتخلطوا ويتجانسوا هكا مع بعضياتهم وصافي. هادو غادي نزين بهم التشيز كيك ديالي من الفوق. هنا غادي نصفيهم باش هكا ما يبقاوش دوك التكتلات هكا ديال الشوكولا، باش كيجي هاد الكاناش واعر من الفوق كيبان كيبري من الفوق. هنا من بعد ما تمدت ليا التشيز كيك ديالي غادي نحيد داك الورق اللي كيكون في التحت وفي الجناب صافي، وغادي نحطها هكا على هاد الشبيكه وصافي. من بعد غادي نخوي داك الشوكولا من الفوق. الصراحه نتمنى تجربوا هاد التشيز كيك اللي كيجي رائع وكيجي لذيذ بزاف بزاف. هنا من بعد ما قديتها ما نشفات غادي ندير واحد شويه ديال البسكوي من الجناب هكا بالنسبه لهكا اللي الا بغيتي تزوقيها، ما بغيتيش تزوقيها خليها غير على هذا الشكل. المهم كتجي واعره 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 بزاف بزاف. ونادي نزوقها ونرجع معكم. هنا من بعد ما زوقتها غادي نقطعها معكم باش تشوفوها كي دايره، كتجي واعره ما غاديش تشبعوا منها البنات، كتجي فنه ولذيذه بزاف بزاف. شوفوا دوك الطريفات ديال البيمو اللي كيكونوا الوسط ديال الكريمه كيعطيو شكل غزال غزال.
الصراحه نتمنى تجربوها، وما تنسونيش من اللايكات ديالكم، اللي مازال ما مشتركش اشترك عندي فضلا وليس